السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. النهاردة هعمل لكم عيش الحلزون بالجبنة الرومي المبشورة، حاجة تخطف العقل. بصوا يا جماعة الطريان عامل ازاي، ولا التست يعني حاجة قطنية جدا جدا. بصوا يا جماعة عامل ازاي الموضوع. بسم الله حبيبي يا رسول الله، حاجة بسم الله تخطف العقل، وتست وهاشش جدا، وحاجة بسم الله ما شاء الله. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض يا جماعة عيش الحلزون، عيش قطني، عيش يخطف العقل. يلا بينا. النهاردة معانا نص كيلو دقيق يعادل 4 كوبايات، 2 معلقة سكر كبيرة، 1 معلقة خميرة كبيرة، نص معلقة صغيرة ملح، زيت للعجين، كوباية حليب، مية على بركة الله. هنعجن نزلنا بالدقيق. بعد الدقيق هننزل بالجاف، سكر، خميرة، ملح. كل ده هنخلي الخامات دي تتعرف على بعض. 1 كوباية حليب دافي اهو. كل ده هيعجن مع بعضه، ولو احتاجنا ميه هنقول لحضراتكم. والعجين بيخدم كده يا حضرات. هننزل بحوالي 2 معلقة زيت ذرة او زيت عباد الشمس. بعد كده يا حضرات هننزل بحوالي معلقة ميه تاني، معلقة بقى يعني خدت كوباية الحليب. الميه بقى بصوا عشان الموضوع ما يزيدش مننا. بص يا حضرات، اللي هحطه ده غطا الازازه خل اهو، خل ابيض بتاع السلطه اهو. بنحطه ليه يا شيف؟ عشان العجين يعمل معانا عرق كويس كده يا حضرات. العجين بتاعنا اصبح جاهز اهو. هنحطه في اي حاجه نسيبه يخمر لمده تلت ساعه. اول ما يملى معانا هنبتدي نشكله على بركه الله. زيت قليل. العجينه بتاعتنا اهي، هنقلبها ناخد زيت كمان من هنا اهو. هنسيبها تخمر، نغطيها بمفرش ابيض جميل، نمنع عنها الهواء، واول ما تملى نشكلها. طبعا يا حضرات بعد ما العجينه زي ما حضراتكم شايفين كده اختمرت، هنقطعها الى كور ونقسطها. قسطناهم يا حضرات زي ما حضراتكم شايفين. بنبتدي نرولها كده، نلفها اهو، ونلفها كده من جوه بعضها، ونجيب الطرف نقفل بيه. نعمل واحده تاني مع بعض اهو زي ما حضراتكم شايفين. بنلف من جوه لبره كده، والحرف نقفله. هنخلص الكميه. ودي وزن العجينه معانا. قسطتها على 70 جرام اللقمه عشان خاطر تعمل لبابه كده وتبقى جميله وكويسه. اخر 2 مع بعض اهو. نفكر بعض بالطريقه. بعد ما قسطناها لفيناها بالطريقه القمر دي اهو. الموضوع سهل جدا اهو. بناخد من جوه لبره بنلفها اهو. هنا هيبقى الشكل بتاعنا الجميل اهو. هنسيبها تخمر لمدة نص ساعة لحد ما الحجم يتضاعف، وبعد كده هنلمعها بوحدة اصفر بيض ونسويها على 180 درجة. هتاخد معانا حوالي 15 دقيقة على بركة الله. وحدة اصفر بيض. وبصوا القمر خمر معانا ازاي اهو. جبنا وحدة اصفر بيض وعليها حوالي كوباية حليب فريش اهو، عشان نلمعه من فوق ونعمل له الشكل الجمالي بتاعه. طبعا بننزل بظرف فانيليا مع البيض اهو زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بنقلبه كويس، وبنيجي على وش العيش بتاعنا، عيش الحلزون، بنلفه كده اهو، وبندي ويت كده لحد ما نديه كله بيض. وطبعا يا حضرات بعد ما انتهينا من التلميع، عندنا بقى شويه جبنه رومي مبشوره كده، بناخدها على وش خبز الحلزون بتاعنا عشان يديني تيست ويديني طعم. واستسمحكم بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه، استسمحوا يشترك ونشار الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. وهنسويه على 180 درجه لمده 15 دقيقه، وننتظر مع بعض السوا على السلك الوسطاني على بركه الله. يا رسول الله. وخرج القمر من الفرن، وبنديله بقى كده الايه، استيم البخار بتاعه عشان خاطر اللون يبقى ذهبي معايا، واللقمه ترد. يعني ترد يا شيف؟ يعني تطرى معانا، عشان خاطر الجبنه اللي على وشها الجميله دي اهي. وهنبتدي ان شاء الله نغطيه لمده 7 دقائق، وبعد كده هنعرضه مع بعض على بركه الله. وبعد ما ادينا له الستيم البخار اللي حضراتكم شايفينه او بخناه من على الوش،
بنجيب فوطه بيضه نضيفه ونغطيه لمده 7 دقايق. وطبعا دي حضرات كانت نهايه عيش الحلزون. بصوا يا جماعه طلع عامل ازاي عيش الجبنه الرومي. وديت طبعا وصفه سهله، واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه تسمحوا يشترك ونشير الفيديو ونعمل لايك للفيديو. وحبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياه، والسلام عليكم.